يختصر رمضان في عبارتين: رمضان قصير لا يحتمل التقصير، وقدومه عبور لا يقبل الفتور، فكلما تكاسلت فتذكر قول الله تعالى: أياما معدودات. جعلنا الله وإياكم ممن وفق لاغتنامه، اللهم آمين. السلام عليكم حباباتي ومتتبعاتي العزاز، كراكم غاية؟ الحمد لله. كراكم مع قراءة القرآن وقيام الليل؟ غاية؟ زايرين رواحكم شوية. اغتنموا الفرصة حباباتي، اغتنموا. كما قال لك أيام معدودات. اللهم قدرنا إن شاء الله على الصيام والقيام، واللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم اخواتاتي، هنا جبت لكم شوربة فيرميسال ومملحة. السلام عليكم اخواتاتي. بالنسبة للشوربة فيرميسال شا عندي هنايا 2 حبات بصل، عندي طماطم كبيرة، حبة طماطم كبيرة، عندي 2 حبات تاع الجزر تاني كبار، عندي هذه حبة لفت هذاك المدور هذاك الحلو، وعندي هنايا حمص مشمخ وطايب، وعندي هنايا 2 معالق نتاع الطماطم المصبرة، وعندي ربطة تاع قزبر كبيرة مليحة. وهنايا في لاكوكوط راني دايره طرف اللحم تنجمي ديري كاخكاس، ديري اللي كاين اللي عندك. ولي بالنسبه لي زيبيس غادي ندير انا هنا لي زيبيس، غادي ندير سكنجبير، غادي ندير فلفله حمراء، فلفل اسود، كركم، ونص مغرف تاع كرويه. هادو هما اللي نبدا بهم. هذه هي خواتاتي، والملح. نبدو على بركه الله. كيما راكم تشوفوا هنا خواتاتي في الصوره، قطعت داك البصل وديك الطماطم وديك الخضره كاع، قطعتها ودرتها في لاكوكوط مع داك اللحم باش نقليهم. هنايا السر خواتاتي باش تجيك الشوربه بنينه، السر في التقلاي. قلي اختي، قلي غايه ديك الخضره وداك البصل وديك الطوماطيس حتى تطلق داك الماء تاعها وتتعسل، تما تعرفي باللي الشوربه غادي تجيك بنينه. هذا هو سر البنه. وزدت هذوك 2 مغارف تاع طماطم والحمص ما غاديش نزيدها هنايا باسكو انا عندي الحمص طايب حتى مع الاخير ونزيده. ولي زيبيس حتى من نمرق، باسكو من نقلي وندير لي زيبيس نحس كي شغل دوك لي زيبيس ينحرقولي، الوغ انا نبغي حتى من نمرق ونزيد لي زيبيس. شوفوا هنا خواتاتي، بعد اللي قليت غايه ديك الخضره وداك البصل وكاع وتعسلوا عندكم، شوفوا كيطلقوا لي داك الماء تاعهم وداك التعسال الحلو. هذا اللي راني باغياته باش المرقه، باش الشوربه تاعي تجيني بنينه. المهم هنايا غادي نروح نمرق. هنا عندي لي زيبيس. عندي لي زيبيس، عندي فلفله حمراء، عندي نص مغرف تاع كرويه، عندي حرور كما نقولوا حنا فلفل اسود، عندي سكنجبير، وعندي كركم، وعندي عود قرفه يكون شويه كبير. هذه هي خواتاتي. بعد ما زدنا لي زيبيس نزيدو هذاك القزبر، هذيك الربطه تاع القزبر الكبيره. هذه هي. وهنا عندي في الاخير عندي الملح، عندي نص مغرف ملح. هذه هي خواتاتي. ونروحوا نبلعوا على لاكوكوط ونخلو ديك الخضره طيب، ومن بعد نشوفوا المرحله الثانيه. للمملحه هنا عندنا 4 كؤوس نتاع فرينه كيما هذا الكاس، وهنا عندي 4 كاس تاع زيت هاكا نزيدوها، وعندي ملعقه صغيره تاع خميره الخبز كيما راكم تشوفوا، وملعقه صغيره تاع سكر، ونص ملعقه هكا تاع ملح. هادو هما المكونات، ونروح نلمهم بالحليب. هذه هي الوصفه خواتاتي. دوك نلم العجينه وتشوفوا العجينه في النهائي. هذا هو الشكل النهائي تاع العجينه، ما ديروهاش طريه تتلاصق، تجي عجينه نورمال شاده روحها. ونروح دروك نديرها كويرات صغيره دوك تشوفوا معايا وخليهم يريحوا. بعد ما اللي درتهم دوائر صغار غادي نغطيهم بالسيلوفان ونخليهم يريحوا، ونروحوا نخدموا الحشو. ما راكم تشوفوا هنا غادي نقلي البصل ونقلي معاه لا فيون داشي
وكي يتقلوا غايه نزيد لهم معدنوس ونزيد لهم لي زيبيس تاعهم. ولي زيبيس عندي هنايا زعيطره، شويه سكنجبير وشويه حرور وشويه لي زيبيس تاع الدجاج، ونزيد لهم الفرماج. هذه هي دوك تشوفيهم مع النهايه. هذا هو الشكل النهائي تاعه. صاي قليتها وكملتها. دوك نروح للعجينه وتشوفوا طريقه التشكيل تاعها. بعد ما طابت عندي هنايا المرقه تاع الشوربه، غادي نصفوها في القدره والكسكاس كيما هكا خواتاتي. دوك تشوفوا الطريقه. وقعدي تمرسي في هذيك الخضره كيما هكا اختي في الكسكاس باش كاع ديك البنه تهود لك. هذه هي الطريقه تاعنا التقليديه تاع الشوربه. هنايا بعد ما صفيت هذيك المرقه تحصلت على هذا البويون اللي راكم تشوفوا فيه احمر ما شاء الله. هنايا زدت مغرف صغيره تاع كرويه ومغرفه صغيره تاع راس الحانوت، وكي راكم تشوفوا بوكي نتاع القزبر صغير وهذاك الجوه تاع الحار. خليهم يغلو، قد ما يغلو شويه والمرقه شويه تتقال نزيد ديك الفيرميسال تاعي كي نخليها طيب واحد 5 مينوت ولا، ومن بعد نقدمها بالصحه والهنا. هذه هي خواتاتي الشوربه تاعنا. هنا خواتاتي راني نزيد في الفيرميسال، خلطيها غايه وخليها واحد 5 مينوت هي طيب بالخف. كي تحسي بها باللي طابت طفي عليها وقدميها كما راكي تشوفي اختي. هذا هو الشكل النهائي. اما بالنسبه للمملحه كي تخدميهم كاع ديريهم في البيض ولا شابلور وقليهم في الزيت، ما يشربوا لك زيت، ما يجوك خضرين. شوفي غادي يجوك ما شاء الله عجينه ولا اروع. هذه هي اخواتاتي. اما بالنسبه للرولي ما قدنيش الوقت باش نمونطيه، المره الجايه ان شاء الله. هذه هي اخواتاتي، تصوموا بالصحه وصحه فطوركم ومع السلامه.